اللاتيه بتاعه وعمال بيسكرول على الموبايل وبيتفرج على برنامجه المفضل كلام في الناطورة، وهوب تيجي ناموسة تقرص سيد. متخيل أيها المشاهد؟ ناموسة قرصت سيد فرعوننا الصغير الكبير. المهم سيد قرر يجيب آخر الناموس ويشوف ازاي يقدر يحمي نفسه من قرصاته، أصل مش هيبقى صيف وقرص كمان. قرر في يوم إن هو هيضلم الدنيا خالص وتبقى كحل. لقى الناموس برضه دخل عليه وقرصه. في يوم تاني غطى جسمه كله، لقى الناموس دخله من تحت الهدوم وقرصه. ايه يعني يا عم سيد؟ الناموس ده جن بيشوف في الضلمة يعني؟ الحقيقة إن الناموس مش جن ومش بيشوف في الضلمة، أو بمعنى هو مش بيحتاج أصلا الضلمة عشان يعرف مكان جسمك فين. المهم سيد شد اللابتوب اللي جابه ب500,000 جنيه ودور في جوجل، لقى إن العالم البريطاني فرانك هوليت أثناء خدمته في الهند جاب شوية ناموس وشوية ناس، واكتشف إن الناموس لو بعيد عن الناس بشوية أمتار فالناموس هيعتمد على الكربون دايوكسيد اللي بيخرج من الناس وهما بيتنفسوا، أو عن طريق الغازات اللي بتخرج عموما من الجسم. طب لو الناموس قريب شوية من الناس، في الحالة دي الناموس بيعتمد على درجة حرارة الجسم. الحقيقة إن سبب قرص الناموس لسيد هو إنه محتاج المعادن اللي موجودة في دم سيد عشان يغذي بيه الجنين بتاعه، وبما إن اللي بيكون جواها جنين هي الإناث مش الذكور، فطبيعي إن إناث الناموس هي اللي تكون بتقرصنا مش الذكور خالص. كان منطقي لسيد إنه يدور ويشوف ليه الناطورة شكلت وغيرت في جسم الناموس بالشكل ده. لقى سيد إن في خلايا حرارية موجودة في جسم الناموس وكتير من الحشرات، سبيشال الحشرات اللي بتقرص، علشان تجيب مكان الكائن الضحية اللي هيتقرص ويتمص دمه. المهم كان في عالم اسمه جيرتي هو وزملائه بيعملوا أبحاث وبيدرسوا تأثير مولكيولار ريسبتور اسمه IR21A. المولكيولار ريسبتور دي هي عبارة عن جروب اوف بروتينز أو مجموعة من البروتينات بتساعد الخلايا العصبية بتاعت الناموس إن هي تنقل الإشارات. ففي تجربة من التجارب كده شوية علماء شالوا أو قصوا الجين اللي مسؤول عن إنتاج الIR ريسبتور جوه جسم الناموس. جابوا الناموس اللي شدوا منه الجين ده مع شوية ناموس عادي بالجين بتاعه وحطوهم في كونتينر في حجم علبة الجزم كده، وبعد كده واحد من العلماء نفخ نفخة فيها كربون دايوكسيد. فتتوقع أيها المشاهد الناموس عمل إيه؟ زي ما أنت توقعت بالظبط، الناموس اللي اتشال منه الجين فضل مكانه محلك سر ما اتحركش، لكن الناموس اللي فضل محتفظ بالجين بتاعه جري بسرعة ناحية الكربون دايوكسيد. في تجربة تانية مشابهة للأولانية جابوا ميكس من الناموس، حبة بالجين وحبة من غير الجين، وحطوا فوق البوكس ده طبقين، طبق فيه دم درجة حرارته 37 فahrenheit اللي هي درجة حرارة الغرفة، وطبق تاني حطوا فيه شوية دم درجة حرارته 88 فahrenheit وهي درجة حرارة إيد الإنسان أو إيد سيد. تتوقع أيها المشاهد إيه اللي هيحصل؟ زي ما توقعت، الناموس اللي لسه محتفظ بالجين بتاعه جري ناحية الدم لدرجة حرارته 88، والناموس اللي من غير الجين محلك سر ما اتحركش. وفقا لجيرتي الIR ريسبتور ده عبارة عن annoying alarm، جرس مزعج جدا اللي بيكون هادي وصامت طول ما الناموسة قريبة من جسم الإنسان، ولما الناموسة بتبعد عن جسم الإنسان يبدأ الألارم يشتغل عشان يوجهها ويرجعها تاني لأقرب ضحية ليها. وده بيفسر لك ليه دايما الناموسة وهي بتقرصك انت ما بتبقاش سامع ليها صوت، بس ممكن تسمع صوتها وهي معاك في الأوضة. حقيقة الأمر يا أستاذ سيد إن الجين ده ليه قصة ولازم أحكيها لك. من حوالي 400 مليون سنة كده كان في مارين كريتشر. المارين كريتشر ده كان عنده جين اسمه IR21 من غير ايه IR21. المهم ان المارين كريتشر ده خرج منه الحشرات والقشريات، حشرات زي الناموس والدبان، والقشريات دي طبعا زي اللوبسترز والكرابس. والحقيقة في الوقت ده كان كله عايش مع كله لحد حوالي من 200 مليون سنة شوية حشرات قدروا يخرجوا من المية ويعيشوا على الأرض. في الحالة دي بقى عندهم الجين بس اسمه IR21A، يعني طول ما الحشرة في المية عندها IR21، طول ما هي بره المية عندها IR21A. والجين ده موجود في معظم الحشرات، بس خد بالك طريقة تشغيل الجين دي مختلفة من حشرة للتانية. عندك مثلا الناموس الجين ده بيوجهها ناحية الحرارة، لكن عند الدبان الجين ده موجود هو بس بيبعد الدبان عن الحرارة. وهي دي عظمة الناطور، ان نفس الجين يكون موجود في اكتر من حشرة بس كل حشرة تقدر تستخدمه بطريقة معينة. شكرا ليك ان انت كملت معانا رحلتنا للاخر النهاردة ايها المشاهد، ويا ريت نشوفك في حلقة جاية في برنامجك سيد والناطورة. بس ما تنساش تعمل لنا لايك وشير سبسكرايب ووري الفيديوز دي لاصحابك، واشوفك الحلقة الجاية تاني. سلام عليكم. علشان تجيب مكان الكائن الضحية اللي هيتقرص ويتمص دمه. قول لها بس ايه الست